بداية صفقات النادي الأهلي والميركاتو الشتوي للنادي الأهلي. النادي الأهلي من بداية يوم الأربع وهو عمال بيعلن عن صفقات، حتى الآن هو عالن عن 3 صفقات. أولهم هو اللاعب مروان عثمان الشهير بأوتاكا. اللاعب ده جاي النادي الأهلي منتقل من نادي سيراميكا، منتقل حتى نهاية السنة إعارة. ولكن لو تربى عجبه اللاعب هيفعلوا بند الشراء ونشتريه من نادي سيراميكا كليوباترا بيع نهائي. وتاني لاعب معانا هو اللي انا حاسه هيبقى صخرة دفاع النادي الاهلي، وهو اللاعب عمرو الجزار المنتقل من نادي البنك الاهلي. الصفقة اللي كانت هتيجي من نادي غزل المحلة بس اتأجلت شوية وجت من البنك الاهلي. عمرو الجزار انا شايفه مدافع امكانياته حلوة، مع النادي الاهلي هيتطور كتير، وهنشوف اللي جاي ان شاء الله وبالتوفيق مع النادي الاهلي. وتالت لاعب معانا هو احمد عيد ومنتقل من نادي المصري البورسعيدي. اللاعب ده هي صفقة حلوة وكل حاجة، واللاعب باك يمين ممتاز وكل حاجة. بس هو عامة دلوقتي هو قاعد دكة لكريم العراقي في المصري، قاعد دكة لمحمد هاني في منتخب مصر، واكيد هيجي يقعد دكة لمحمد هاني هنا في النادي الاهلي، لان مفيش باك يمين جه ولعب على محمد هاني. يعني كل الباكات اليمين، اذا كان خالد عبد الفتاح، عمر كمال، اي باك يمين جه النادي الاهلي اخر فترة محمد هاني بيلعب، مع محمد هاني ما عادش. فانا شايفها صفقه مش هتفيد النادي الاهلي. ويبقى كده قلت لك صفقات النادي الاهلي حتى الان، ومن بدايه اليوم النادي الاهلي نازل عمال بيعلن في صفقات. لسه باقي كتير، لسه النادي الاهلي ما خلصش صفقات ولا الميركاتو الشتوي. واستنونا في صفقات تانية مع النادي الاهلي. وبس كده، سلام.